احنا خانة الأندية الثمانية الأولى في سلم المسابقة مع الرغبة الحقيقية في تحقيق الارتقاء ضمن أندية المقدمة. على بركة الله هذه صافرة الحكم الاتحادي السيد مصطفى كريم سالم ويساعده على عباس وأيضا ولا حسين، والحكم الرابع ليث فرحان. ممتاز، يعني عمر شبابي واعد. لكن بالمناسبة هذه أول مباراة رسمية لك كحكم وسط. على كل هذه تلعب الكرة لكن طائشة بدون عنوان، بينما هنا هجمة واعدة من جهة اليسار طلابية خطيرة ممكن هذه، لكن حكم اللقاء يقول العب ماكو شيء. على كل لا زالت الهجمة الطلابية قائمة وداخل منطقة الجزاء أقرب للحارس. وحارس الطلبة حسن أحمد. لاحظ هذه التصويبة، لمسة يد واضحة على ما يبدو. خلينا نشوفها من زاوية أخرى، لكن اليد ما خرجت. تتمرر فراس فنجان يلعب هذه الكرة خطيرة. ممتازة التغطية الدفاعية كانت واضحة من قبل شيفان جميل. الظهير اليمين يغطي ويؤمن مناطق الظهر. لاحظ شيفان جميل تدخل من زاخو حسين منذور، يمرر كرة عالية إلى سيدريك الكاميروني، هذا اللاعب الرشيق صاحب ال5 أهداف، يحاول يمر راح يصوب لكن سهلة هذه الكرة. تلعب لصالح نادي زاخو، لا زالت كرة غير مستقرة، صراع على هذه الكرة مقطوعة ولا زالت خطيرة هذه، لكن كرة ضعيفة سهلة راحت مرت. وممكن علي خليل يلعب هذه الكرة عرضية خطيرة محمد جواد. لاحظ هذه الفرصة للمهاجم محمد جواد، كان ممكن أن يتعامل بواقعية أفضل أمام المرمى. نعم، كانت كرة بحاجة إلى الدقة والى التركيز، وعرض الفريق للوقوع في مطبات وعراقيل كثيرة، لكن هذا الموسم الأمور جيدة. عود الطلبة خطيرة هذه، علي قاسم يلعب الكرة هذه طويلة عالية لكن خطيرة، جول ممكن. حذاري من الأخطاء ولا تلعب بالنار. يعني ظهير اليمين شيفان جميل لاحظ والله كرة. مشاهدة الهدف الأول، المخرج المباراة على ما يبدو عاجبته محاولة شيفان جميل. حمزة عدنان مدافع اليسار يقف على هذه الكرة، ممكن نشاهد كرة لافة في الشباك. حمزة عدنان جول! يا ولد هدف جميل من حمزة عدنان، واخيرا الطلبة يدرك هدف التقدم في شباك نادي زاخو. اكيد كرة جميلة لعبت من هذا المدافع، ضربة يسارية جميلة لافة في شباك الحارس عماد عيسى، هي شكلها بالجول من حمزة عدنان. اكيد يعني شاهدنا لحمزة عدنان اهداف جميلة، اهداف عدة في مسابقة الدوري ايام الميناء. لاحظ بصراوي قادم من الميناء يترجم اول الاهداف لصالح الطلبة في شباك الحارس عماد عيسى. كرة لافة، كرة جميلة على الزاوية البعيدة، وهاتها من الشباك يا عماد يا عيسى. اذا الطلبة يدرك التقدم. الطلبة يعني نسبيا على الورق كان افضل بمرور يعني بالراس. لا زال محمد موسى مبعدة ايضا من الطلبة وقريبة للحارس عماد، يلتقط هذه الكرة من اعلى نقطة. عماد عيسى ممكن لزاخو، الان التمرير راح التصويب إرشاده، هذه الكرة خطيرة هذه على شباك نادي الطلبة. لاحظ هذه الكرة يعني خطيرة وكانت قريبة، كان ممكن من خلالها أمجد وليد يعني لإدراك عملية التعادل. إذا زاخو يبقى خطير. أنس مخلوف مرتاح على هذه النتيجة، لكن عملية التقدم حلوة هذه، كرة مفاجئة، كرة مباغتة إلى لوكاس البرازيلي، يلعب الكرة هذه ممكن العرضية خطيرة هذه أين الرأسية مرت بسلام. لا زالت المحاولة، حسين منذور يمرر هذه خطيرة الله، تصويبة خطيرة وقوية. هذا الهدف الثامن لمسيرة هذا اللاعب خلال هذا الموسم. لاحظ لف ودار ودخل وصوب، حلوة هذه الكرة يعني سانتوس. على كل سيدريك خطيرة هذه ممتازة. دوليفان ينقذ هذه الكرة، كانت من الكاميروني
سيدريك كرة لافة لكن ممتازة دوليفان. إذا هذه صافرة من قبل حكم اللقاء السيد مصطفى كريم سالم تعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم نادي الطلبة بهدف دون مقابل جاء بإمضاء المدافع حمزة عدنان. هذه عودة من جديد إلى الزميل محمد حسين. زاخو، بينما زاخو اعتمد على الهجمات المرتدة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وشاهدنا الانطلاقات السريعة والواضحة من جهة اليسار التي تشكل مفتاح اللعب الحقيقي لنادي زاخو. خطأ لصالح الطلبة، حمزة عدنان، خطرة هذه جول محمد جواد، هذا الواعد الشاب يدك الشباك الزاخولية برأسية جميلة متقنة، تدك شباك زاخو بمناولة عرضية من كرة ثابتة من المختص حمزة عدنان، وبالتالي محمد جواد يترجم هذه الكرة إلى داخل الشباك الذي حمل شارة الكابتن لهذه الليلة في مواجهة اليوم. شوف هذا اللاعب محتفل بهدفه، على اعتبار أنه بدأ وانطلق مسيرته الكروية مع فريق نادي زاخو على مدار موسمين. مثل زاخو وانتقل للطلبة خلال فترة الانتقالات الشتوية. يا عماد يا عيسى، كان ممكن أفضل بالتعامل مع هذه الكرة، لكن الله على الرأسية الرائعة والجميلة. لاحظ ارتقاء ومن ثم كيفية عملية الانحناء، وبالتالي لاحظ هذا الولد حريف، هذا مهاجم شاب، ممكن خطيرة سريعة مرتدة لزاخو. أمجد وليد من جهة اليسار، حاجي محاصر يصوب لكن كرة سهلة. ممكن الآن مناولات من قبل حميد حاجي، التصويب لكن خطيرة. الله قرأ المباراة بشكل صح، وهذه تصويبة. لاحظ دوليفان تعامل مع هذه الكرة بواقعية، وهنا تصويبات أمجد وليد، وهنا محاولة حميد حاجي يلعب هذه الكرة مقطوعة من حمود مشعال، لا زالت طويلة وصراع مع سانتوس، خطيرة هذه لكن تدخل في الوهلة الأخيرة من جديد سيدريك الكاميروني. خطيرة للبديل أيسر في أول كرة داخل منطقة الجزاء، لاعب مهاري خطير. الله حلوة المباراة في الشوط الثاني، رتمها سريع والتصويب لكن بعيد عن المرمى، في صالح المباراة بمشاهدة بعض اللمحات الجميلة والإيقاع السريع. لاحظ هنا البديل أيسر قاسم القادم من الملاعب السويدية وغارمفان، بينما لوكاس البرازيلي يلعبها من جديد. خطيرة لكن هذه تصويبة. يبدو أركان يلعب الكرة إلى أيسر لاعب مهاري خطير، ممكن خطيرة جول. الله إلى نقطة الجزاء، لكن على ما يبدو هي ضربة مرمى. خلينا نشوف. نعم لاحظ أيسر ممتاز، هذا اللاعب البديل، اللاعب النشيط، والله على البراءة والله على الطفولة وعلى الجمال. وخطرة هذه محمد زامل صاحب تصويبات قوية، زامل مهاري خطير، يمر مر من أكثر من 3 لاعبين بفاصل مهاري ممتع وجميل، لكن انقطعت هذه الكرة. لكن سيلفا، أنا عاجبني سيلفا، لاعب ارتكاز حقيقي. يعني لاحظ يعني سيلفا دائما ما تشاهده يلعب بعنفوان. ممكن الآن علي خليل، خطيرة هذه لكن سهلة، لا ارتدت وارتطمت بالمدافع شيفان وذهبت سهلة للحارس عماد عيسى. كنوري في وسط الميدان، هجمة لنادي زاخو، عملية بناء الهجمة، ممكن أسرع البحث عن هدف التقليص بواسطة أيسر، يلعبها إلى لوكاس، وأخيرا زاخو يزور شباك الطلبة في الدقائق الأخيرة. الدقيقة 93 الهدف الأول لنادي زاخو، هدف تقليص الفارق بواسطة المهاجم البرازيلي لوكاس سانتوس، هداف فريق زاخو صاحب 7 أهداف، وبالتالي يزيد الغلة التهديفية له هذا الموسم
من خلال إدراك الهدف الثامن لوكا سانتوس الذي يمضي مع نادي زاخو على مدار 3 مواسم. ساهم في ارتقاء نادي زاخو من دهاليز دوري الدرجة الأولى قبل موسمين لارتقاء إلى الدوري الممتاز، وبالتالي هو هدف متأخر، هو هدف مستحق لزاخو نظرا للأداء الجيد في الربع الأخير من اللقاء، لكن كان ممكن أن يأتي الهدف في وقت أبكر من هذا الوقت. على كل هنا خطأ لصالح نادي زاخو، متبقي دقيقة، لكن لاحظ هذا البديل الموهوب أيسر قاسم كيف مرر هذه الكرة، والتصويب قوي ومركز وجميل، وكرة هائلة دكة شباك لانير وافتتاح أو هدف الأول هو لنادي زاخو، وبالتالي هدف تقليص الفارق. هناك دقيقة متبقية نعم لنادي زاخو. هل يحدث المفاجأة ويعود بسرعة البرق لإدراك هدف التعادل؟ قد تكون الهجمة الأخيرة في اللقاء لكنها مقطوعة. عملية التركيز مطلوبة من قبل لاعبي نادي الزاخو إذا أراد العودة في غضون الثواني